بابلو رئيس الاتحاد المصري للكرة يسير في الكرة الأخطاء مشتركة، الأخطاء جماعية أكثر منها فردية. كما جاش الفاول ما يجيش خطأ على حمزة التكريم في الجوائز الفردية. الزلزولي هداف البطولة، أعتقد هداف البطولة، نعم الحذاء الذهبي لهداف البطولة هو الزلزولي عبد الصمد. برشلونة 3 أهداف، سجل 3 أهداف مثل لاعب ايمانويل الغاني، ولكن يتفوق لأنه بالأسيست. هذا كأس افريقيا والتروفي من أحسن لاعب. هل تكون ثنائية الزلزولي أم تكون لاعب مصري جائزة البالون دور لهذه البطولة؟ فير بلاي كان جائزة الروح الرياضية للفريق الغيني. ورجل البطولة إبراهيم عادل رقم 10. ليس من فراغ ذكرتك وذكرنا خصالك، لاعب متميز جدا. مصر تربح جائزتين على المستوى الفردي، أحسن حارس وأحسن لاعب. جائزة الهداف مغربية، جائزة الروح الرياضية غينية، الثلاثي الافريقي في باريس مالي مصر المغرب البطل وغينيا. نتمنى لها التوفيق في البراجة والملحق. هذه الاسماء المتوجة للجوائز الفردية. مبروك لحمزة، مبروك لعبد الصمد، ويستاهل عادل ابراهيم نجم البيراميدز. الآن تكريم طاقم التحكيم اللي كان بقيادة الكيني كاماكو. حكام الفار أيضا في تكريم لسداسي المباراة. على راس غرفة الفار كان التونسي هيثم خاص صغير. أول فوز إفريقي عربي كان مصراوي على المجر من 100 عام في أولمبياد باريس، ونصف نهائي عربي يبرز إنجازات الكرة العربية في الأولمبياد مرتين، مصر والأخيرة العراق في 2004 في أثينا مع الكابتن عدنان حمد. مبروك مصر الجيل، مبروك مصر التأهل، مبروك الأسماء الجديدة في الكرة المصرية. وصافة بطعم ذهب. هذا جيل مونديال 2030، ومنهم أسماء ستكون قادرة على حمل المشعل وتمثيل المنتخب المصري في المونديال المكسيكي الكندي الأمريكي 2026. الآن هنا أمام الأنصار، هنا في قلعة الأسود في الرباط، المغرب تحتفل، المغرب لن تنام. صارت البطولة والتتويج ببطولة افريقيا اقل من 23 سنة. هذه الكأس التي سترفع بدقائق من النخبة المغربية. على مدى البطولة يستحقوا لعبوا مع الفرق الصعبة، الفرق القوية، الفرق الكبيرة. قابلوا غينيا، واجهوا غانا في طريقهم مالي، وتسلحوا بالعزيمة في فينال مصر لحصد الذهبية المستحقة. على مدى بطولة يستاهلوا التتويج، على مدى فينال لعبوا النهائي أو كسبوا النهائي ما لعبوش. وهكذا هي قاعدة الفاينلز أو النهايات. جيل ممتاز، أسماء بأندية أوروبية كبيرة،
من بيس بي لستراسبور لتولوز للبارسا وما أدراك. جيل قادم للكرة المغربية بإمكانه في أولمبياد باريس بعد عام وبعد سنة على قنوات البين سبورتس أن يواصلوا المشهد المغربي في العالمية في التألق الملفت في موسم لن ينسى من ذاكرة المغاربة، في تاريخ وتواريخ لن تمحى من ذاكرة المغاربة. المغرب في هذا العام صار يلعب في العالمية بين الصالات، بين الآنسات، بين أسود في الدوحة وبين الأولمبيين في باريس. المغرب عملت قفزة للأمام في صعيد الكرة المحلية والإفريقية. مبروك الأسود، التتويج والتاج أمام الأنصار وعصام الشرعي، اسم آخر من أولاد البلد يحققون المجد وينتصرون ببطولة. موتسيبي رئيس الجنوب الافريقي للكاف، القائد الزلزولي، سيرفع كاس افريقيا. كاس افريقيا من شهرين للناشئين ضاعت في الدقائق الاخيره للتيرانجا. اليوم المغرب تستعيد الزعامه من خلال الاولمبي في موسم استثنائي للكره المغربيه وايضا للكره السنغاليه التي فازت بالشواطئ والشان والكان. الى كان جديد، الى مونديال افريقيا اسمر اخر، الى التقاء الاصدقاء والاشقاء، الى مباريات الشمال الافريقي في افريقيا. هذه بذكريات شيل. اذا معك يا نسير، شيل 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 يا زلزولي، شيل شيل يا زلزولي، شيل. كاس افريقيا مغربيه، كاس افريقيا اطلسيه، كاس افريقيا عربيه. هنا في الرباط تبدا الافراح وتبدا وتتواصل الليالي الملاح